تحليل رياضي، ما لازمش يفهموها حاجه اخرى. الاخوه المغاربه الشعب حنا ما عندنا حتى مشكل معاه كبلد وكشعب. حنا نهضروا كره القدم. اليوم مع تنزانيا تكلمت بها انت، فضيحه تحكيميه. وهنا سؤالي لازم يبقى مطروح. انا ما نلومش المغرب، انا ما نلومش المغرب اللي الحاكم كان معاه، باسكو هذا البينالتي حكيم كما قالها واحد في الفيسبوك ولا دار ستاتيو عجبني، قال هذاك البينالتي ميم قاسم يسفليه، اللي قاسم اللي ما يحبش يسفلي لي بينالتي يسفليه. انا ما نلومش انا نتكلم على الكاف المافياويه هذه. انا موتسيبي عجبو الحال في المغرب، او يحوس اوتيل 5 ايطوال، بريزون شارج توتال، ياك الماكله ياكل واش يحب. ابارامون هو اللي راهو المسؤول الاول عن التحكيم. انا نقولها لك ونتحمل المسؤوليه حكيم. انت قلت باللي لقجع اشترى هذا الكاف. لست انا من انا نقول لك باللي الكاف مافياويه. هذا الكاف يعني تحسب على لي براتيك تاع لا مافيا. يعني شوف هنا خايف كما قال سي بورايو، ما نعلقش على الفرق الاخرى. انا درك نخاف على الفريق الوطني تاعنا باسكو رياضيا سور لو بلون تكنيك، سور بلون فيزيك، سور بلون تاكتيك، والله غير انا نقدر نقول لك اليوم كي شفت المغرب نقدر نقول لك باللي حنا حقيقه حنا الفريق المرشح الاول. لماذا؟ لان لعبنا مقابلات جيده وبرهنا ان كره القدم تلعب فوق المستطيل الاخضر. هل استحقت تنزانيا ركله جزاء في اللحظات لا ما شوف، ضربه جزاء لا غبار عليها. لعمه يعطيها لك، لعمه يعطيها لك. مي انا ما نلومش الفريق المغربي بصحتهم، مش نكريتيكيو المروك باسكو عطانا بينالتي. لا حكي باش نكونوا منصفين. انا نتكلم على الكاف المافياويه هذه، باسكو كيما داروها لتنزانيا ما يقدروش ما يديروها لناش. سي بورايو قال كلمه انا نشفى، قال لك انا تكلمنا على التحكيم في الدور الاول، قال لك انا درك يبدا السابوتاج. صح هكذا قالها. قال يبدا السابوتاج، يبدا السابوتاج بليس كو سا يونا با. دونك يا حكيم يفو تيري لا سونات دالار. هنا على رئيس الفيدراليه والوزير وليد صادي ان يحمي الفريق الوطني من الان. حذاري من التحكيم.